هنجيب بولة وهبتدي اضيف كل المكونات دي معايا. زي ما انتم شايفين مكونات سهلة بسيطة ما فيهاش اي تعقيد، وفي نفس الوقت تغيير عن الاكل التقليدي العادي في الصيام. هستخدم بقى التوابل، هكتب لكم التوابل اللي انا استخدمتها اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وهكتب لكم كمان كل المكونات. وحطيت كمان فصين كده من الثوم المفروم ورشة فلفل احمر، ودي اختياري لو انتي حباها تبقى سبايسي شوية. كمان حطيت نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وملعقة كبيرة هرمية بالشكل ده بقى توصي بالدقيق والنشا، ملعقة نشا وملعقة دقيق. وهقلبهم، مش هينفع طبعا بالملعقة فلازم هتنزلي بايديكي بقى. نزلت بقى بايديا وهخلطهم جدا جدا، اعجني فيهم كده لغاية ما يوصلوا للقوام ده. بس انا حسيت انه كمان يعني محتاجين دقيق تاني، فحطيت ملعقة تانية دقيق، ظبطت الدنيا بصراحة. وخلطتها معاهم بالشكل ده لغاية ما تجانسوا خالص. بصي بقى تعرفي خلاص كده انت محتاجة دقيق تاني ولا لا من كده. بصي هتبدأي انك تاخدي شوية كده وتضميهم في ايديكي وتحسوا انهم كده بيلزقوا في بعض كده، تمام على طول بقى، ولا هنخلي في تلاجة ولا اي حاجة، ما احنا مستعجلين، دي اكلة المستعجلين. هكورها كده كورة، وبعدين هضغط عليها كده بالراحة واسويها على الجوانب زي ما انتم شايفين كده علشان بس تتمسك معايا. وفي زيت سخن غزير، لكن مش سخن قوي قوي علشان ما تتحرقش معاكي بدون ما البطاطس تستوي، لانها برضو مبشورة لكن محتاجة شوية سوا. وزي ما انتم شايفين كده، ولا اسهل ولا اروع من كده. وهتحطي كده في الزيت، بس نركز في التسوية. انا بحطهم كده وبسيبهم لغاية مش لما يتشمعوا، لا لغاية ما يحمروا خلاص وياخدوا لون من تحت، لولا ما ابتدي ان انا اقلبهم، لان بكده بكون خلاص يعني ضامنة انهم مش هيتفرولوا او يتكسروا مني انا وبقلبهم. وزي ما قلت لكم الزيت يبقى سخن ولكن مش سخن اوفر، يعني يبقى يدوبه كده دافي زي ما انتم شايفين كده، ولا لزقت معايا بقى ولا اي حاجة لان الزيت برضو سخن. شفتوا بقى اللون الجميل ده؟ كمان حاجة تانية في التسوية، حاولوا انكم تخلوها لون ذهبي غامق مش فاتح، لانها كل ما تبقى اغمق هتديكي بقى القرمشة الاقوى. بتطلعيها على مناديل المطبخ مش على مصفى، مناديل المطبخ بتمتص الزيت افضل. زي ما انتم شايفين كده سهلة وبسيطة مفيهاش ولا اي حاجة. على طول بقى هحط الباقيين معايا، والكمية هنا اللي انا استخدمتها طلعت معايا بالظبط حوالي 8 اقراص. تعملي بقى اقراص كبيرة صغيرة دي حاجة براحتك، بس حاولي انك تضغطي عليها كده بخفة علشان تبقى مش مكورة كده وتقيلة من جوه يعني، وعلشان برضو بتستوي بسرعة. عايزة اقولكم متاخدش وقت في التسوية، يعني حوالي 3 دقايق على كل جنب وخلاص كده خلصنا كده الكمية كلها. طيب دي بقى تقدري تقدميها مع ايه؟ تقدري تقدميها مع كاتشب، تقدري كمان تعمليها، احنا قلنا ده ايه؟ برجر صيامي. ممكن انك تحطيها في عيش كايزر مع مايونيز صيامي ومع كاتشب وشرايح كده خفيفة من البصل وخس بقى. بصي متعي نفسك بقى، برجر. ممكن كمان تحشيها في عيش توست حلوة قوي قوي وتحطي عليها كاتشب وممكن جبنة. بصي يعني تقدري تقدميها بأي شكل من الأشكال، حاجة كده لك مطلق الحرية في تقديمها. حاجة كمان ممكن تقدميها زي ما بتقدمي البفتيك كده جنب شوية من الرز والسلطة مثلا، وشوية كده حبشتكنات بقى تانيين جنب منه، شوية مخلل كده يعني ظبط الدنيا. بصوا بقى على قرمشتها ما اقولكمش، وطعمها فظيع بجد تحفة. حاجة كده جميلة بسيطة، بطاطساية جزراية بصلاية عملت كل الكلام الحلو ده معانا. وصفة بجد في منتهى السهولة، اكثر من رائعة. جربوها حبايبي، منتظرة رأيكم في الكومنتات، بيفرق معايا قوي تشجيعكم كمان.
دايما بيفرحني. بحبكم كده لله في لله. دمتم بقى بألف عافية وألف هنا وشفا على قلوبكم. بحب أعرف كمان رأيكم في وصفاتي اللي بقدمها لكم، وما تنسوش الاشتراك حبايبي في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. ولو انتي وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا يبقى اكيد الفيديو والوصفة عجبتك، فما تنسيش بقى حبيبتي اللايك والشير للفيديو، وابعتولي بقى صور تجاربكم لوصفاتي علشان اعرضها لكم على الصفحة عندي على الفيسبوك باسمائكم. وهسيب لكم كمان طريقة عمل الكاتشب في البيت اسفل الفيديو في صندوق الوصف. شايفين بقى معاكي بقى في اي جو، كاتشب ماشي، ساندوتشات ماشي، شوكة وسكينة بقى ورز ماشي. قدميها بالطريقة اللي انت حباها. في ابسط من كده؟ بفتيك الغلابة، برجر الغلابة، حاجة صيامي بندلع نفسنا في الصيام. اشوفكم حبايبي فيديو جديد ووصفة جديدة.